النهاردة مش رسيني في البيوت، قنبلة في البيوت، حقيقي قنبلة في بيوتنا. نركز ونسمع كده، والحلقة مفاجأة، لأن اللي باعت لي طفل عنده 15 سنة. فاجئني إن هو اللي باعت لي بنفسه، بس أنا بحييه. وفعلا أنت كويس، من جواك كويس، ودماغك حلو. الطفل ده ابتدى يتفرج على فيديوز لنفس جنسه، كان عنده حب استطلاع، فضول يعرف هما بيعملوا كده ازاي. طبعا انتوا فاهمين. ابتدى يتفرج، ابتدى يشوف، ابتدى يتحط في جروب من غير ما يعرف ناس ما تعرفوهوش، وابتدوا يشرحوا له ويفهموه ويعلموه ويحببوه في الموضوع. هو خايف، فبعت لي بيسألني حرام، عيب، طب دول مين؟ طب أنا خايف أقول لأهلي، خايف أصارحهم، هيبهدلوني، هيزعقولي، مش هيحتووني برغم إن هم متعلمين. طيب، أنا مش بسألكوا أعمل إيه، لأن الحمد لله الولد ده حظه كويس، وبابا ومامته كانوا عاقلين واحتووا الموقف، وقدرنا نوصل لهم وحلينا الموضوع، وربنا يحفظه ويحميه يا رب ويحفظ ولادنا. ولكن بعمل الحلقة دي عشان أقول لكم، هل ممكن فعلا ولادنا يبقوا في البيت وما نعرفش عنهم حاجة؟ يعني هل ممكن ابنك تبقى أوضته جنب أوضتك وانت ما تعرفش عنه حاجة؟ الأوضة بتاعته اللي قافلها عليه طول النهار دي، العالم بتاعه ده، احنا ما نعرفش عنه حاجة؟ يعني أنا بسأل نفسي نفس السؤال، مش انتوا بس. هل فعلا احنا ممكن نبقى قاعدين مع ولادنا ومش عارفين عنهم حاجة، ما نعرفهمش؟ ادخلوا يا جماعة أوضة ولادكم، اقعدوا معاهم من غير تطفل، من غير ما تضايقوهم، ولكن صاحبوهم. اعرفوا ولادكم قافلين الباب عليهم ليه؟ ليه مش قاعدين معاكم؟ ليه نافرين منكم؟ ليه كمان انتوا نافرين منهم؟ ليه مالكوش خلق ليهم؟ يعني انا بقالي 3 ايام او 4 ايام بعمل لايف بس للشباب وللأطفال اللي زي دول، اللي بيقعدوا على النت لحد بالليل متأخر وبيقعدوا يتكلموا وبيسألوا في كل حاجة وعندهم فضول يعرفوا كل حاجة. طب ما تتكلموا مع أهاليكم، إيه السبب؟ انزلوا لدماغهم، انزلوا لدماغ ولادكم، قربوا منهم واعرفوا في إيه. هو مش هيطلع لدماغك، انزل أنت لدماغه، أعرف صحابه، أعرفوا هم قاعدين لوحديهم ليه، إيه مشاكلهم معاكم، يعني ليه متضايقين؟ بيقولوا في تجاهل من الأهالي، يعني بيقولوا هم بيتجاهلونا. فنخلي بالنا ونركز شوية مع أولادنا، وربنا يحفظ ولادنا جميعا. وادخل شوف ابنك أو بنتك بيعملوا إيه في أوضتهم، بس يعني.